عايز اقول برضه حاجه على ماتش الزمالك القادم مع امبي. يمكن ماتش الزمالك القادم مع امبي فيه مشكله حتى الان لم تحل، وهي هيلعب فين الماتش. الزمالك لغايه دلوقتي الجيش مش هيلعب عليه، المقاولين عنده حفله شم النسيم، فبالتالي مش متواجد يوم الاثنين، مش هيقدر يلعب عليه المباراه. كان يقال ان هيتلعب في برج العرب. برج العرب نادي امبي رفض لانه اكثر من 100 كيلو، وبالتالي هو ليه الحق انه ما يروحش هذه المباراه او هذا الملعب، فبالتالي برج العرب بقى كانسل خلاص، مش هيبقى فيه برج العرب. لغايه دلوقتي استاد القاهره في اصلاحات. استاد القاهره كان بيعلق ان لسه الاصلاحات ما حصلتش، عنده مشكله في القوائم والعارضه والرايات. النهارده وصلت مطار القاهره او وصلت الجمارك، يقال ان ممكن يوم الاحد تتركب يبقى الموضوع يخلص، وممكن الزمالك يلعب يوم الاثنين في استاد القاهره. هو ده هو الاقرب حتى الان، لو العارضه والكلام ده تركب قبل يوم الاثنين. لو ما تركبش او ما ينفعش ممكن يبقى في تأجيل للمباراة، ممكن يبقى في تأجيل للمباراة. لغاية دلوقتي الماتش يوم الاثنين صعب يتلعب في الجيش، وصعب يتلعب في المقاولين، وصعب يتلعب في برج العرب. مفيش حل غير الاستاد لو القوائم والعارضة والرايات دي اتركبت، طبعا استاد القاهرة تقول جواب رسمي ان احنا خلاص نقدر نستضيف مباراة الزمالك. نروح الزمالك بيجمد مفاوضات شيكابالا. طبعا انا عايز اقول للزمالك مبروك، امبارح مباراه كبيره جدا 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 لنادي الزمالك، مش عشان كسب الزمالك 2-1، عشان كسب كتير، لكن مباراه على ملعب نادي بتروجيت، فرقه قويه جدا، فرقه محترمه جدا. الدقيقه 90 الزمالك خسران 1-0، الدقيقه 92 الزمالك بيجيب هدف التعادل، الدقيقه 94 بيجيب هدف الفوز. حاجه جديده على نادي الزمالك، ما اتعملتش ماتش، مش صدفه، الزمالك عملها امبارح، عملها مع حرس الحدود في الدقيقه 84. هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله معانا مع كابتن شوقي غريب، لكن عايز اقول ان الزمالك يعني الحاجات دي كانت ماركه مسجله للاهلي بصراحه. الحاجات المباريات اللي في اخر دقيقه دي كانت ماركه مسجله من واحنا قد كده صغيرين، بنشوف الاهلي بيجيب جول في الدقيقه 90 والدقيقه 94 وروح الفانيلا الحمراء. السنه دي لا، في شكل جديد لنادي الزمالك، روح الفانيلا البيضاء راجعه بشكل قوي جدا جدا. بشكر نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك على الاداء. وهخش من هنا على شيكابالا عشان برضه لازم نتكلم على حاجات تبقى نقول الايجابيات والسلبيات. شيكابالا يمكن الخبر اللي عندنا هو تجميد المفاوضات مع شيكابالا. يعني انا اعتقد ان هو حل طبيعي ان شيكابالا النادي الزمالك زي ما كان عندنا المستشار جلال ابراهيم وقال ان ما فيش فلوس في النادي وربنا يوفقنا ونعرف نلم فلوس المرتبات فبالتالي المفاوضات طبعا اتجمدت لان ما فيش فلوس في نادي الزمالك تماما. المفاوضات اللي بيقوم بيها هم 4 طبعا: استاذ طارق غنيم او كابتن طارق غنيم عضو مجلس اداره، دكتور عبد الله جورج عضو مجلس اداره، كابتن ابراهيم حسن مدير الكوره، واشرف صبحي كابتن اشرف صبحي مدير التسويق. الاربعه دول هم المتولين امر تجديد شيكابالا. اللي انا شايفه انه فعليا هو كابتن ابراهيم حسن هو اللي بيتولى. طبعا التانيين الناس ليهم طبعا كل الاحترام والتقدير، لكن اللي ليه تاثير نوعا ما اكتر هو كابتن ابراهيم حسن. والمشكله ان ما فيش فلوس في نادي الزمالك فبالتالي المواضيع هتقف شويه والمفاوضات هتتاجل. وانا اعتقد على فكره، انا ما عنديش اخبار يعني من شيكابالا بعينه، لكن اعتقد ان شيكابالا هو عايز يحترف وعنده فعلا عروض. ده اللي انا متاكد منه، عنده عروض كويسه جدا من المانيا ومن بلجيكا، وان هو ممكن يسافر ويجرب تجربه الاحتراف، خصوصا ان هو شايف ان الدنيا في نادي الزمالك لغايه دلوقتي مش باينه ملامحها يعني. نروح لوليد سليمان. يمكن وليد سليمان حديث دايما في كل سنه، هيروح الاهلي هيروح الزمالك. كابتن ابراهيم حسن صرح او قال ان هو عايز وليد سليمان في الزمالك. هو بيقول ان هو وليد سليمان دايما رايح ناحيه الاهلي، رغباته دايما نادي الاهلي، لكن هو بيقول لا، هو برضه عايزه في نادي الزمالك. معانا وليد سليمان، هنشوف بيقول ايه مع بعض.